أنا عم بحكي عن بعض التجارب اللي مريت فيها خلال رحلتي بالفن، الخيانة والغدر. من الأفعى التي قصدها الشامي في أغنية بتهون؟ وعبرت عنه بأنه على الدم سوا. يودني بالنجاح قبل أن يعانقني المصير. كل الحياة اللي بتجرب تلعب مربيهم أنا. واضح جدا انه الأفعى رفيقة الشامي، وهالشيء اللي شفناه خلال كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة بتهون. الحية لها اسم؟ الحقيقة لا والله لسه ما سميناها. هي كانت الفكرة منها، بالعكس أنا حامل الحية وعم داعبها وعم عاملها بلطف. خايف منها أبدا، مع انه الحية دايما بس يشوفوا حية يعني هي خبيثة، بيقولوا أبداً. حية تحت إذا التبن. انتبهتي بالتصوير كنت عم بوسها وأعطيها حنية. أنا بعطف وبحتوي الحياة كلياتهم والناس اللي بتغدر وأي نوع من أنواع الخبث والمكر أنا بحتويه، وبالنهاية لا يصح إلا الصحيح. فالشامي كتب أغنية بتحكي عن الغدر والخيانة. أنا عم بحكي عن بعض التجارب اللي مريت فيها خلال رحلتي بالفن، اللي هو الخيانة والغدر، والتراكمات هي أدت إلى نتيجة اللي هي بتهون. عم ترجعها لجمهورك لانه ترجمت الجمهور بالكاست اللي كان موجود بالميوزك فيديو. صح، إذا بدك الغنية بتحكي عن كتير أشياء مثل نوع موسيقتي المعتاد أساساً. أول جانب هي بتحكي عنه موسيقتي يلي هو شكر وامتنان للجمهور، وعبرت عنه بأنه على الدم سوا، لأنه الفانز تبعي كانوا دائما يكتبوا لي على الدم أو للموت الشامي. فهذا الشيء كان كتير بيعني لي، وحبيت أني أحكي عن هذا السايد من الفانز اللي عندي. شاهدوا التقرير كاملا على etbilarabi.com.